السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم متابعين الأوفياء في قناتكم لحبيبة لآلة كلتم. قبل أن نمضي في سرد وقائع قصة اليوم التي تحمل في طياتها الكثير من العظة والدروس من واقعنا المعاش، أدعوكم فضلا وليس أمرا للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد من حكايانا. ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب ومشاركتنا بآرائكم في التعليقات، فبكم ومعكم نستمر في تقديم المحتوى الهادف. حكايتنا اليوم ليست مجرد رواية، بل هي صرخة نذير ودرس قاص تحكي عن عواقب الانغماس في الغواية وكيف يضيع الأبناء حين تغيب القدوة. هي قصة انحدار عائلة من طهر القرية إلى تيه المدينة. فابقوا معنا لتعرفوا كيف كانت النهاية. بدأت فصول هذه المأساة من قرية بسيطة، حيث كانت الأرملة تعيش مع ابنتيها في ستر وقناعة، إلى أن كبرت البنات وتفرقن. الكبرى طارت خلف نصيبها إلى أوروبا لتؤسس حياة هناك وتنجب أطفالاً، والصغرى تزوجت في مدينة أخرى، فظن الجميع أن القطار يسير في سكته الصحيحة. لكن الرياح هبت بما لا تشتهي السفن، حيث تطلقت الصغرى وعادت لبيت أمها بكسرة الخاطر، تاركة خلفها ابنا ليعيش مع والده. نقطة التحول الكبرى كانت حين اشترت الأخت المغتربة دارا واسعة في المدينة، رغبة منها في توفير حياة كريمة لأمها وأختها المطلقة. لكن تلك الجدران، بدلا من أن تكون حصنا للستر، صارت مسرحا للضياع. فالأم، التي كانت يوما قدوة في القرية، فتنت بحياة المدينة وانحلت أخلاقها، وصادقت شابا في عمر أحفادها، بل وأسكنته معها في بيت ابنتها ليعيش معا في الحرام جهارا نهارا. في هذه الأجواء المشحونة بالفساد، تزوجت الابنة الصغرى مرة ثانية من رجل مسن في سن والدها، وأنجبت منه ولدا وبنتا. ومع مرض الزوج ورحيله، سقطت الأقنعة تماما، فقد انغمست الأرملة الشابة في حياة السهر والعربدة، وصارت زجاجات الخمر ولفافات الحشيش جزءا من يومياتها، وكل هذا يحدث أمام أعين أطفالها الذين كبروا وهم يشاهدون الانحدار الأخلاقي لأمهم وجدتهم. توارثت الحفيدة هذا الضياع كأنه لعنة، فما إن كبرت حتى أصبحت نسخة طبق الأصل من أمها، تسهر الليالي وتخرج مع الرجال، حتى حملت في الحرام وأنجبت ولدا لا يعرف له أصل. ورغم أن ابن حلال حاول انتشالها وتزوجها، إلا أنها لم تستطع التأقلم مع حياة الطهر، فطلقت منه بعد أن أنجبت توأمين، وعادت لدوامة المشاجرات والخمر. وفي ليلة غادرة، رفضت عرض زواج من شخص موتور، فما كان منه إلا أن استل موسى وشق وجهها بضربة بشعة سلبتها عينها اليمنى، لتبقى تلك العاهة وشما على حياتها المحطمة. أما طفلها الذي ولدته في الحرام، فقد نشأ في بيئة لا تعرف إلا العنف، فصار لا يلعب مع الأطفال إلا بالحجارة، حتى انتهى به الأمر بفقع عين طفل آخر في لحظة طيش. وفي ليلة سوداء غاب فيها العقل خلف سحب السكر، تشاجرت الأم مع عشيق لها في منزله، فضربته بآلة حادة على رأسه فأردته قتيلا، لتساق هي إلى قضبان السجن، ويساق ابنها إلى قضبان الإصلاحية. توالت الفواجع برحيل الجدة التي بدأت طريق الغواية، ثم لحقتها الأخت المغتربة التي كانت تمثل الرابط الأخير بالعالم الخارجي. واليوم، تقبع تلك المرأة الوحيدة، طريحة الفراش بعد أن تمكن منها مرض عضال جعلها عاجزة عن الحركة، تعيش في بيت موحش تسكنه الأشباح والذكريات الأليمة، تندب حظها بعين واحدة وتنتظر نهاية محتومة لعائلة بدأت بالستر وانتهت بالدم والضياع. كيف ترى مصير الأبناء التوائم في ظل هذا الركام؟ هل تعتقد أن هناك أملا في خروجهم من هذه الدائرة؟